السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنكمل كلام معاكم عن أسباب وفحوص تأخر حدوث الحمل عند الزوجين. بعد فحص الصبغة زي ما اتكلمنا قبل كده، بنلجأ بعد كده للوسائل الأكثر تدخلا زي منظار الرحم ومنظار البطن. والحقيقة منظار البطن بيوفر لنا وسيلة تشخيصية وعلاجية رائعة جدا، لأنه بيدينا فكرة شاملة وواضحة عن حالة الرحم، حالة الأنابيب، حالة المبايض، وفي نفس الوقت بنتعامل مع المشكلة. بمعنى لو لقينا في أكياس على المبايض بيتم إزالتها بالمنظار، لو في ورم ليفي في جدار الرحم بيتم التعامل معاه بالمنظار، لو في التصاقات في الحوض مؤدية إلى انسداد في الأنابيب بيتم ازالتها وفك الالتصاقات. وبيتم طبعا عمل اختبار الصبغه للانابيب اثناء المنظار اللي هو الميثايلين بلو تيست على الناحيتين. لو في بطانة رحم مهاجرة في الحوض بيقدر يتعامل معاها المنظار، سواء موجودة في تجويف الحوض أو على الأنابيب أو على الرحم. لو في أكياس بطانة رحم مهاجرة على المبايض اللي هي معروفة بأكياس الشوكولاتة، بنقدر من خلال المنظار الجراحي إزالة الأكياس دي تماما. دمتم بخير، نشوفكم على خير إن شاء الله في الحلقة القادمة.